السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة هنعمل غدوة جميلة جدا هتعجبنا كلنا. هعمل أرانب وملوخية ورز، وهعمل معاكم الملوخية بطريقة علمتها لي والدتي ربنا يخليها لي. وهعمل أول حاجة الأرانب. هجيب حلة احطها على النار، هحط فيها معلقتين كبار من زيت الذرة. بمجرد ما الزيت يسخن معايا هنزل فيها بقطع الارانب، وانا هحط لكم لينك فيديو تحت الفيديو ده لطريقة تقطيع وغسل وتنظيف الارانب كويس. هحط الارانب كده، وكل شوية من وقت للتاني هقلب الارانب على كل جهة شوية لغاية ما الارانب تاخد معايا اللون ده. هكون مجهزة بصلة كبيرة متقطعة 4/4 هضيفها على الأرانب. هفضل أقلب باستمرار لغاية ما أحس إن البصل بيفكك من بعضه، كمان ريحته تبان معايا. بعدها هضيف 4 ورقات لورا، 5 فصوص من الحبهان، و5 فصوص من الثوم، وهقلب الأرانب مع الحاجات دي علشان تتطعم منها. بمجرد ما ريحة الثوم يظهر معايا هضيف التوابل: معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة بصل بودرة، معلقة صغيرة توم بودرة، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة مطحونة، نص معلقة من الفلفل الأسود، وربع معلقة من الشطة. وهقلب الأرانب مع التوابل. المفروض إن الأرانب ما تاخدش لون ولا تتحمر معايا. انا اتحمرت معايا قطعة دي هتدينا غمقان شوية في الشرب. كمان انا كنت ضفت واحدة فلفل رومي، لكن الكاميرا كانت واقفة وما ظهرتش في التصوير. وقلبت بعدها شوية، وبعدين ضفت الطماطم وقلبت شوية، وبعدين ضفت مية مغلية لغاية ما غطت وش الارانب. ولو تلاحظوا معايا في الشوربة الفلفل الرومي ظاهر معايا اهو في الشوربة. كده هغطي الحلة بتاعتي واتابع الارانب اثناء السوى. وهنا جينا للملوخية، قطفتها وغسلتها وسبتها لغاية ما جفت من المية بتاعتها. بعدين حطيتها في كيس اكبر من كمية الملوخية اللي انا هخرطها، وربطت الكيس من فوق، بس بشرط نسيب جزء مفتوح علشان باستمرار يخرج الهواء من الكيس، علشان الكيس ما يتقطعش معايا اثناء ما انا بخرط. وهفضل كده اخرط واقلب الملوخية جوه الكيس. الطريقة دي علمتها لي والدتي، وهي لغاية الآن بتعتمدها دايما في خرط الملوخية. هفضل كده اقلب الملوخية جوه الكيس لغاية ما اوصل لدرجة نعومة للخرط بدرجة ترضيني. كل واحد ليه طريقته بقى، اللي بيحبها تبقى القطع باينة شوية، وفي اللي بيحبها تبقى خرطتها ناعمة وصغيرة. انا كده هفتح الكيس وهشوف الدرجة اللي انا وصلت لها. انا بالنسبة لي دي درجة مرضية، خلاص انا مش هعمل حاجة تاني. انا هقفل الكيس واخلي الملوخية على جنب علشان اطبخها. وادي المخرطة بتاعتي نظيفة وما اتبهدلتش من الملوخية. نشوف الارانب بتغلي معايا، ولو شايفين الفلفل الرومي ظهر اكتر اهو. هنعمل الرز بقى الاول. هنحط معلقة كبيرة من الزبدة. بمجرد ما الزبدة تسيح هننزل فيها بالشعرية، ونقلب الشعرية لغاية ما نوصل للون ذهبي غامق شوية. وبعدين هنكون محضرين كوبايتين رز مغسولين ومتصفين كويس. هنزل على الشعرية بالرز واقلبهم مع بعض. بعد ما اخلط الشعرية في الرز هظبط الملح بتاع الرز حسب ما انا بحب الملح فيه. كل واحد الملح والسكر في اي اكلة بيبقى حسب الذوق. هفضل اقلب الرز مع الشعرية لغاية الرز بتاعي ما يتفلفل. بعد ما يتفلفل اكون محضرة مية مغلية واضيفها على الرز. في ناس بيحبوا يعملوا الرز بشوربة الارانب، وفي ناس بيحبوا يعملوه شوربة على مية، وفي بيحب يعملوا مية بس، وفي اللي بيحب يحط مية ويحط معاها مكعب مرقة. اللي تعجبكم اعملوه، اي طريقة انتوا بتحبوها. كده الارانب استوت معايا.
هاخد منها جزء من الشوربة وهحطه في حلة صغيرة. بمجرد ما الشوربة تغلي هنزل بالملوخية بتاعتي، بس المفروض ان احنا نوطي البوتاجاز الاول علشان الملوخية ما تفرش معانا، ونفك الملوخية جوه الشوربة، ونفضل من وقت للتاني كده نقلبها ونرفع الملوخية في الكبشة علشان نشوف هل الملوخية كده سمكها تقيل ومحتاجة شوربة تاني ولا كده السمك بتاعها كويس. بمجرد ما تبدأ تعمل غليان كده في الجنب بنقفل النار عليها، والملوخية الخضراء مش بنغطيها علشان ما تسقطش. في طاسة بقى كده احط معلقة من الزبدة، اول ما الزبدة تسخن وتسيح احط التوم المفروم بتاعي. اول ما التوم ياخد لون ذهبي هحط عليه معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة المطحونة علشان تتحمص وريحتها تبان. اول ما اوصل لدرجة التحمير المطلوبة في التوم، انا الدرجة دي مناسبة بالنسبة لي. لو انت عايزة تغمقي التومة شوية براحتك حسب ما بتحبيها. هاخد بقى شوية كده من الملوخية احطها في الطاسة اللي احنا حمرنا فيها التوم. كده بقى هحمر الارانب بتاعتي علشان يبقى الاكل كله جاهز على ان احنا نغرفه. كده الاكل بتاعي كله خلص وبقى جاهز. هنغرف بقى الاكل مع بعض. كده عملنا الارانب وعملنا الملوخية والرز، وهنشوف السوا بتاع الارانب. بصوا الارانب مستوية وسخنة جدا في ايدي، بس كان طعمها حلو قوي. وبصوا اللحم بتاعها ابيض ازاي. وجبة سريعة ما خدتش وقت، كمان دسمها قليل. الارانب ناس كتيرة جدا بتحبها وبتحب تاكلها، بس مش بتبقى عارفة تعمل طريقة تعتمدها في ان هي تخليها تحب اكل الارانب. دي كانت وصفة النهاردة وكانت وجبة النهاردة. يا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم استنى ان انتوا تعملوا شير ولايك للفيديو، وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. واشوفكم في يوم جديد بفيديو جديد، واترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.